عربيا كشف نادي الزمالك عن تفاصيل المباراة التي ستجمعه في 10 من الشهر المقبل مع أتلتيكو مدريد في إطار احتفالات النادي بمرور 100 سنة على تأسيسه، وتم ذلك في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا جمال هليل. عقد نادي الزمالك المصري مؤتمرا صحفيا حضره المستشار التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد ميغيل أنخيل خيل، وهو أحد ملاك النادي. تم خلاله الإعلان الرسمي عن تفاصيل المواجهة الكروية المرتقبة بين الفريقين في 10 من الشهر المقبل ضمن احتفاليات الزمالك بمرور 100 عام على تأسيسه. أتمنى إن شاء الله أن المباراة تكون على المستوى اللائق باسم نادي الزمالك، وإن احنا قدرنا نتمكن من الاتفاق رغم الظروف اللي مش بتمر بيها نادي الزمالك، اللي بتمر بيها البلد. كان ممكن المباراة دي ما تعملش، وممكن كانت تمر عامة وهي ما تعملش مباراة، فده توفيق. يعني أنا مش عايز أقول توفيق نادي الزمالك حضرتك إن المباراة أقيمت في عام المئوية. تطرق الطرفان في المؤتمر الصحفي عن البروتوكول المتفق عليه من خلال الشركة الراعية للمباراة لضمان تقديم مهرجان كروي يليق باسم الزمالك من ناحية، وأيضا بتاريخ أتلتيكو الذي يحتفل أيضا بمئوية قميص الفريق. الهدف من تنظيمنا للموضوع طبعا مع احترامنا لنادي الزمالك كنادي عريق او النادي الاهلي، واحتفال بالمئويه ده شرف لينا، لكن هو الحقيقه الهدف قومي. الممثل الثاني للعاصمة مدريد جاء إلى القاهرة ليس فقط لمشاركة نادي الزمالك أفراحه، بل لإعلان دعمه لثورات الربيع العربي. صعب جدا أن نتعرف من خلال بعض اللقطات على تاريخ وبطولات أتلتيكو، فهذا العام نحتفل بمئوية قميص الفريق. الطرفان تبادلا الهدايا التذكارية. شارك في تقطيع التورتة البيضاء عقب المؤتمر. حضور أتلتيكو مدريد إلى القاهرة رسالة زملكاوية، وكأن القافلة البيضاء ترد على الأهلي الذي سبق ولعب مع برشلونة في المئوية الحمراء بالقاهرة. جمال هليل، الجزيرة الرياضية، القاهرة.